السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيلم جديد. كيبدا فيلمنا مع هاد صانع المحتوى اللي سميتو سيباستيان، والفيديوهات اللي كيصايب دائما كيهضر فيهم على صانع الاقفال هانز فاغنر اللي صايب 4 الخزنات وسماهم مجموعه رينك. والخزنه الاولى في هاد السلسله كانت سميتها راين جولد، والثانيه فالكيري، والثالثه سيغفريد، والرابعه غوتريد. وهاد الخزنات كلهم صموا باش الى حاول اي شخص يفتحهم بالقوه يحرقوا اي حاجه مخبيه فيهم، وغير 3 الخزنات الاولين اللي مازال خدامين. اما الخزنه الرابعه حتى واحد ما عرف فين مخبيه. سيباستيان كانت عنده مهاره كبيره وكيقدر يحل اي قفل بسرعه قياسيه، ولكن الفيديوهات اللي كيصايب حتى واحد ما كيتفرج فيهم. من بعد مشى للخدمه ديالو اللي كانت في بنك، وملي جلس يتغدى قلب القناه ديالو وفرح بزاف حيت قدر يحقق اول مشاهده، ولقى شخص كاتب ليه تعليق باش يمشي لواحد البلاصه اللي غادي يختبر فيها المهاره ديالو في فتح الاقفال. ملي وصل للعنوان قال الحارس اللي لقى عند الباب كلمه السر، ثم دخلوا الحارس ودال عند مجموعه من المتسابقين. سيباستيان في الاول ما كان فاهم والو وبقى غير كيتفرج، ولكن في اخر لحظه فهم المسابقه وقدر يكون من الاشخاص اللي اجتازوا الاختبار الاول، وبقى غير هو و3 المتسابقين. وفي الاختبار الثاني قدر سيباستيان يحل الخزنه هو المتسابق نيو، وفي الاخير كان خاصهم يحلوا بوابه جد معقده. سيباستيان قدر يحل هاد البوابه غير في 30 ثانيه وربح هاد المسابقه. ثم شاف وسط من الجمهور بنت اللي كانت فرحانه ليه حيت هو اللي ربح هاد المسابقه، وهاد البنت كانت سميتها غوين وهي سارقه مجوهرات مطلوبه عالميا. ولكن في هاد الوقت سيباستيان ما كانش عارف هاد الشيء. والغد ليه في الصباح قبل ما يمشي سيباستيان للخدمه دخل القهوه باش يفطر، وثم تلاقى بغوين اللي قالت لي باللي هي اللي سجلاته في المسابقه اللي ربحها البارح، وهي اللي كتبت لي التعليق على الفيديو ديالو. واللي فات اكثر انها كانت عارفه عليه الكبيره والصغيره وكل تفاصيل حياته الممله. سيباستيان طلب منها تعرفوا عليها، ثم قالت لي باللي سميتها غوين، ووراته انه في مده 3 دقائق قدرات تسرق مجموعه ديال الاشخاص اللي كاينين في هذه القهوه، وعرف باللي هي لصه مجوهرات مطلوبه عالميا، وطلبات منه ينضم ليهم في الفريق ديالها. سيباستيان ما كانش مشيقها وقال لها ما يمكنش تختاروا واحد في حالي باش يكمل لكم الفريق. ثم قالت ليه باللي هو الشخص المناسب حيت الخزنات اللي ناويين يسرقوا هما خزنات هانز فاغنر، اللي بسبب انقلاب عسكري في دولة امريكا قرر المالك ديال الخزنات ينقلهم لقارة اوروبا. والعصابة بغات تستغل انشغال دول العالم مع الفوضى ديال الانقلاب العسكري اللي واقع في دولة امريكا وينفذوا السرقة ديالهم، وخلات ليه العنوان اللي غادي يلقاها فيه في حالة قرر ينضم ليهم. الغد ليه في الصباح مشى سيباستيان العنوان اللي عطاته غوين، وثم عرفاته على باقي اعضاء الفريق. اول عضو كانت هي كورينا خبيرة البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، والعضو الثاني هو رولف أحسن سائق في المدينة، والشخص الثالث هو براد اللي كيعيش دور البطل ومتأثر بزاف بالممثل نيكولاس كيج. من بعد كورينا بدات كتوريهم المعلومات اللي قدرات تجمعهم على الخزنات، بحال خزنة راين جولد اللي كانت في بنك صغير في مدينة باريس، أما خزنة فالكيري كانت في بنك مشدد الحراسة في دولة تشيك، أما خزنة سيغفريد كانت في كازينو في دولة سويسرا والفلوس اللي مخبين فيها اكثر من 100 مليون دولار. وهاد الخزنات ب3 ديال رجل الاعمال سميتو بلاي تاناكا، وغير سالاو هاد الاجتماع شدوا طريقهم لمدينه باريس باش يسرقوا خزنه راين جولد. ملي وصلوا للبنك دخل سيباستيان هو الاول ومشى للطواليت. من بعد تبعته غوين اللي قدرت تسرق الحارس السوارت قبل ما تدخل للبنك. ملي دخلات مشات لعند موظفه الاستقبال باش تديها لغرفه الودائع حيت بغات تحط في الصندوق ديالها بعض الوثائق المهمه، وهاد الحساب كانت فاتحاه باسم مستعار. من بعد دخلات كورينا وقدرت تكسب الوقت لغوين باش تمشي لعند سيباستيان ويمشوا لبلاصه الخزنه، وبالفعل قدر سيباستيان يحل خزنه راين جولد بسهوله كبيره وسرقوا من الخزنه الفلوس اللي بغاو. من بعد دخل براد باش يكمل الهاء موظفي الاستقبال حتى يخرج سيباستيان في حاله وغوين بلا ما يشكوا فيهم، وهكا قدرت العصابه تنفذ هاد السرقه بدون اخطاء. ولكن الشرطه الدوليه سمعت بهاد العمليه وكلفت المفتش ديلا كوروا باش يحقق في هاد السرقه ويشد اعضاء العصابه، وعرف ديلا كوروا ان هدف العصابه هما الخزنات فالكيري وسيغفريد. وفي هذا الوقت افراد العصابه كانوا كيحتفلوا بالانجاز ديالهم. الغد اللي مشاو للبنك اللي كاين في دوله تشيك، وحتى الانتربول كانت مراقبه البنك وكتسنى في العصابه تدخل ليه. وكيف العاده مشى
سيباستيان هو الاول البنك وكان داخل ليه بهويه محاسب وقدر يخدع الحراس. من بعد بقات غوين كتعطيه الارشادات حتى وصل للمصعد اللي غادي يدي لبلاصه الخزنه، والحراس اللي كاينين في غرفه المراقبه شافوا ان سيباستيان دخل من واحد الباب ولكن غبر في كاميرات المراقبه اللي كاينه من وراء هذا الباب ودخلهم الشك. وحتى غوين دخلت البنك وتلاقات مع سيباستيان في المصعد اللي غادي يديهم للخزنه، وغير تحل الباب ديال المصعد غوين قدرت تغلب على الحراس كاملين اللي كانوا عند الخزنه، ومشى سيباستيان باش يحل الخزنه. في هذا الوقت ديلاكوروا قرر يقتحم البنك حيت شك ان العصابه دخلات ليه بلا ما يشوفها، وحتى حراس المراقبه شافوا ان سيباستيان حل الباب غير بيده وخدموا جرس الانذار. ثم قرر براد يدخل البنك ويشتت انتباه الحراس. العامل ديلاكوروا غير وصل لبلاصه الخزنه تصدم حيت البنك بدل الخزنه وعرف ان هذا البنك ماشي هو اللي فيه العصابه. اما براد دخل البنك وبدا يضرب في الحراس بطلقات منومه، والظاهر انه جاي ينفذ عمليه سطو على البنك. في الوقت اللي بدا سيباستيان يحل فيه الخزنه خطا في الرمز وبقات عنده غير فرصه وحيده باش يقدر يحل الخزنه، وبالفعل استغل هذه الفرصه وقدر يحل الخزنه. وكان فرحان بزاف هو وغوين بهذا الانجاز اللي داروا، وتصدموا ملي شافوا الفلوس اللي كانت في هذه الخزنه. جمع سيباستيان وغوين شويه الفلوس وخرجوا من تما. اما براد وهو خارج من البنك ضربوا واحد من الحراس برصاص الكتف، ولكن قدر يهرب وركب في الطوموبيل ديالهم. غوين وسيباستيان استغلوا الفوضى اللي في البنك وهربوا مع الناس اللي كانوا خارجين منه، وقدرات غوين طلع هي الاولى للطوموبيل. اما سيباستيان لاحوا براد في اخر لحظه وهربوا عليه باش يخلوا الهاء لرجال الشرطه، وبقوا البوليس تابعين سيباستيان اللي كان هارب ليهم على بيكالا. وقدر من بعد مده طويله ديال المطارده يهرب ليهم في التران اللي كان غادي برا البلاد. اما ديلاكوروا وصل للبنك اللي كانت فيه العصابه وتعصب بزاف ملي عرف انهم هربوا، ومن فوق هذا الشيء مسحوا حتى التسجيلات ديال كاميرات المراقبه. وفي هذا الوقت كانت غوين معصبه بزاف على هذا الشيء اللي دار براد مع سيباستيان، وقررت انها تخرج من هذا الفريق. وحتى كورينا مشات معها. ملي رجع سيباستيان لدارو تخلع حيت لقى غوين وكورينا جالسين كيتسناو فيه وطلبوا منه السماحه على اللي دار معاه براد، واقترحوا عليه يكون معاهم فريق ثلاثي باش يسرقوا خزنه سيغفريد. وبالفعل وافق سيباستيان على هذه الفكره. ديلاكوروا دار بحث صغير في اليوتيوب على صانع الخزنات هانز فاغنر، ولقى الفيديوهات ديال سيباستيان اللي كيهضر فيهم على الخزنات ديال هانز فاغنر، وتفكر باللي شافوا اليوم مع العصابه وعرف انه هو الشخص اللي كيحليهم الخزنات. في هذا الوقت كورينا وسيباستيان وغوين شدوا طريقهم لدوله سويسرا باش يسرقوا خزنه سيغفريد اللي كاينه في الكازينو. وحتى العامل ديلاكوروا هو الفريق ديالو كانوا مراقبين هذا الكازينو وكيتسناو في افراد العصابه يبانوا، وقدروا يسمعوا سيباستيان كيقول في جهاز الارسال باللي غادي يبدا يحل في الخزنه. ثم دخلوا الانتربول الكازينو، ولكن تصدموا ملي استقبلاتهم مديره الكازينو وقالت لهم باللي في اخبارهم هذه عمليه السرقه اللي غادا توقع، حيت جاها اتصال من عند الشرطه الدوليه، وقرروا انهم يسرعوا من عمليه نقل الخزنه قبل الوقت المحدد. ديلاكوروا ما كانش متيق هذه الهضره، وهنا غادي نعرفوا باللي العصابه جات قبل من هذا الوقت الكازينو واتصلوا بالمديره ديالو باش يسرعوا من عمليه نقل الخزنه، حيت قالوا ليها ان هذه الخزنه غادا تتعرض للسرقه من طرف عصابه متخصصه في سرقه خزنات هانز فاغنر. وبالفعل المديره وافقت تسرع من عمليه النقل، وحتى الشاحنه اللي كانت جايه باش تنقل الخزنه قدرات غوين تغلب على الحراس اللي كانوا فيها واستولات عليها. وفي وقت العمليه طلعت كورينا لبلاصه القناص اللي كان مكلف بمراقبه الكازينو وقدرات تغلب عليه، والعصابه كملت العمليه وهزوا الخزنه في الشاحنه وهربوا من تما. وبدا سيباستيان كيحاول يحل هذه الخزنه واخا الشاحنه غاده في الطريق، والمشكل ان كورينا عرفات باللي احتبرها تابع غوين وسيباستيان وصيفطات لغوين ميساج باش تعرف هذا الشيء، وتم شدوها رجال الانتربول ولكن هرست التليفون ديالها قبل ما ياخذوا ليها. غوين عرفات هذا الشيء وقالت لسيباستيان باش يزرب ويحل الخزنه، والمرافقه ديال ديلاكوروا قدرات تاخذ معلومات من عند كورينا وفي المقابل وعداتها باللي غادا تعتني ليها بخوها الصغير حتى تخرج من الحبس. تم ديلاكوروا تبع غوين وسيباستيان، وفي هذا الوقت كان سيباستيان قدر يفتح الخزنه وخذ منها هو وغوين الفلوس اللي بغاو، ولكن غير نزلوا تصدموا حيت لقاو قدامهم رولف وبراد كيتسناو فيهم وبغاو ياخذوا ليهم الفلوس اللي عندهم. براد بغى يطلق النار على سيباستيان حيت بسببه تفارقات مع غوين، ولكن تفاجأ ملي لقى المسدس ديالو خاوي من الذخيره حيت غوين هي اللي حيداته منه. تما غوين جبدات سلاحها وامرت براد ورولف يربطوا يديهم مع ناقله الاموال، وهربات هي وسيباستيان من تما. ملي وصل ديلاكوروا لقى غير براد ورولف تما، وفي هذا الوقت وصلت غوين وسيباستيان للميناء باش يهربوا برا
برا البلاد. تما لقاو ديلاكوروا كيتسنى فيهم. غوين جبدات حتى هي سلاحها وقالت لديلاكوروا في حاله بغاها تسلم راسها يخلي سيباستيان يمشي في حاله حيت هو ماشي مجرم. وبالفعل ديلاكوروا خلى سيباستيان يمشي في حاله وشدها غير هي. من بعد مده مشى سيباستيان لدوله امريكا وتم جاو عنده جوج اشخاص كانوا باغيين يحلوا الخزنه الرابعه ديال هانز فاغنر ووافق يمشي معاهم باش يحل هاد الخزنه. وهنا سالا فيلمنا، ما تنساش تجيبوا ابوني وشي كومونتير زوين وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيلم الجاي ان شاء الله.